يلا نشوف موانا وماوي هيعملوا ايه مع وحوش البحر. قبل ما نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك يا عزيزي. بيقولك من قلب المحيط ظهرت الجزيرة الأم تي في تي، وكان في قلبها القدرة على ولادة الحياة، وخلت كل الجزر خضراء ومليانة بالحياة، لحد ما ظهر ماوي نصف إله الرياح والبحر، وهو محارب ماكر ومغرور سرق قلب تي في تي، ومن هنا بدأ الخراب والموت يعم في الجزر. وهو جاي يهرب ظهر له تيكا شيطان الارض والبحر، ووقع ماوي وتاه منه قلب تي في تي، وكمان خطافه السحري اللي بيديه قوة الآلهة. وبعد مرور 1000 سنة والكل بيدور على القلب ده، ومن ساعتها ظلام الشياطين بدأت تأكل الأخضر والحياة في الجزر. يلا بقى نبدأ مغامرة اليوم. وهنا بنشوف جدة البطلة واللي بتحكي للأطفال إن في شخص البحر هيختاره عشان يقدر يرجع قلب تي في تي وينقذ الجميع من الهلاك. وصل ابنها اللي هو أبو البطلة وقال لهم مفيش حد يقدر يسبح بعد الشعاب المرجانية. وهنا بنشوف بطلة حكايتنا موانا وهي صغيرة، وبنشوف إن البحر اختارها وبيحبها، حتى وراها قلب تي في تي وكأنه بيقول لها انت اللي عليك العين يا حلوة. ولكن وصل ابوها وبوظ اللحظة الحلوة دي. بنت يا مواني، انت فين يا بيه؟ اوعي تروحي يمة البحر تاني ولا طلق امك. يلا حط اللايك والاشتراك بتاعك بسرعة. وكبرت موانا وخدها ابوها على المكان المقدس للعائلة الملكة دي. قال لها ده مكان القادة اللي حكموا الجزيرة، كل واحد كان بيحط لنفسه حجر هنا، وانت كمان قريب هتبلغي وهتحط الحجر بتاعك زينا هنا. حان الوقت عشان تبقي ملكة الجزيرة. وبالفعل كبرت المعلمة وصلت للسن ده وتوجوها ملكة عليهم. وكان من أصدقائها الفرخة الحلوة دي اللي اسمها هيهي والخنزير يو. والفرخة بتاعتها كوميدية شوية غبية جدا، كانت الولعة زي ما انتوا شايفين ورمتها وقعدت تاكل فيها تاني. هنا بقى يا جماعة هتبدأ المشاكل تظهر. المزارعين بيقولوا لها إن الثمار ميتة والأشجار مريضة والأكل بدأ يقل في الجزيرة، حتى الأسماك قلت، ولما ينزلوا يصطادوا بيرجعوا من غير سمك. وعملوا مجلس عشان يشوفوا حل للمشكلة دي. وقالت موانا طالما البحر هنا مفيهوش سمك ليه ما نروحش بعيد شوية خلف الشعاب المرجانية، أكيد في خير كتير. أبوها مفيش حد يقدر يعدي الشعاب المرجانية. ابوك هو الكلب. متزعليش يا حبيبتي، اكيد هيعملوا اشتراك ولاك دلوقتي. وامها هنا بتقول لها ليه ابوك يرفض اي حد يعدي ورا الشعاب المرجانيه، لان في مره خد اعز اصحابه وراح عند الشعاب المرجانيه عشان يدور على اكل، ولكنه شاف شيء لا يمكن تصوره، شياطين الماء، موج كبير جدا زي الجبال، ومات صاحبه في الموضوع ده، عشان كده عنده عقده ومش عاوز يفقد اي حد تاني. طبعا هي قالت لنفسها لا لازم اجرب، وخدت القارب بتاعها وراحت فعلا على الشعاب المرجانيه، ولكن الامواج كانت صعبه جدا وقعتهم في البحر وكانت هتموت، ولكن البحر طلعها على الشط تاني. وهنا شافتها جدتها وشجعتها على اللي عملته، وقالت لها انا لما اموت هبقى واحده من ملائكه البحر دي. وخدتها على مكان غريب في حته غريبه غير معروفه على الجزيره. فتحت المكان وقالت لها خشي جوه واضربي بالطبلة عشان تعرفي قيمة نفسك وانت مين. دخلت موانا وشافت سفن كبيرة جدا كتيرة، وضربت على الطبلة، فجأة نور المكان بالولعة، وجات ليها رؤية ان شعبها كله كان بحارة عظماء في اي مكان على السفن الكبيرة. حتى هي فرحت وقالت لنفسها لقد كنا بحارة. جدتها قالت لها نعم، طيب ليه توقفنا؟ قالت لها لما ماوي سرق قلب تي في تي اتولد الشر وصحيت تي كي شيطان النار وظهرت الوحوش، عشان كده كانت سفن وقوارب كتيرة لما بتروح تصطاد ما كانتش بترجع تاني. ولما فقدنا ناس كتير من شعبنا منع الزعماء والقادة الناس من الإبحار بعد الشعاب المرجانية للأبد. ولكن الجزيرة بتموت ولازم حد ينقذ الأرض من الشر ده. وطلعت ليها قلب تي في تي وقالت لها البحر اختارك عشان تسافري إلى ما وراء الشعاب المرجانية. ابحثي عن ماوي وسافروا انتوا الاتنين جوه المحيط،
واتبعوا العلامات عشان ترجعوا قلب تي في تي وتنقذوا الناس من اللي هي فيه. حتى البحر هنا وكأنه بيقول لها انت المختارة فعلا، وقالت لها اتبع النجوم اللي على شكل الخطاف عشان تقدري توصلي لماوي. قامت راحت على ابوها عشان تستأذنه تعمل كده، ولكنه رفض. وهنا نادوا عليهم، جدتها تعبت وشكلها بتموت، وهي هنا بتقول لها اعملي اي حاجة ولكن بسرعة عشان تلحقي تنقذي الناس من اللي هي فيه. وادتها الميدالية بتاعتها تعين فيها قلب تي في تي. بالفعل خدت قارب من الكبير بالليل ونزلت البحر. الصبح بنكتشف ان الفرخة هي ركبت معاها من غير ما تعرف. لما شافت المحيط خافت جدا وقعدت تصوت يا لهوتي، وقعدت ترمي نفسها في البحر وكأنها بتنتحر، ولكن البحر يرجعها مرة وموانا مرة. بالليل من التعب نامت، ولكن في عاصفة البحر صحاها بشوية مية كده شكلها هتبعد عن مكان الخطاف، ووقعت في المية وطلبت من المحيط يساعدها. جت موجة كبيرة قلبت الدنيا كلها على بعضيها. صحيت في جزيرة والقارب مقلوب. قالت للبحر بقى انا بقول لك تساعدني تعمل فيا كده؟ امشي يا وحش. شاور لها ان ماوي هنا، وفعلا ظهر خياله وهي استخبت وبتجهز نفسها للكلام اللي هتقوله له. قام شايل المركب بتاعها وعدله بايد واحده. وصاحبتنا اتلخبطت في الكلام، مش عارفه تعرف عن نفسها ولا تقول له ايه ولا هي جايه هنا ليه. قال لها انت اكيد معجبه من معجبيني، هاتي امضيلك على الخشبه بتاعتك. يا عم اوعى، انا مش عاوزه توقيعك، انا هنا عشان انت سرقت قلب تي في تي وجزيرتي واهلي بيموتوا من قله الاكل، لازم تيجي معايا عشان نرجع القلب وعشان ننقذهم. قال لها انت بتحلمي، انا هنا على الجزيره بقالي 1000 سنه عشان سرقت القلب عشان اهديه لكم ايها البشر. وقعد يخدعها شوية بالمناظر الجميلة وغنوا شوية مع بعضيهم، وراح حابسها جوه الكهف بتاعه. خد القارب والفرخة هي ومشي في البحر. هي لقت المكان ده، طلعت عليه عشان تخرج من الفتحة دي، وخرجت وحدفت نفسها وراه. جري بالقارب، ولكن البحر شالها وحطها على القارب معاه. تعملهم عليه ولا ايه؟ يلا رجع القلب. خد القلب حدفه في البحر، راح البحر مرجعه تاني وضربه بيه في وشه. يبقى كده لازم تساعدوا بعض وتعملوا مع بعض فريق. هو شكله كده خايف من القلب لأنه كان السبب في ضياع خطافه وحبسه 1000 سنة على الجزيرة لوحده. وهم بيتكلموا هنا اتحدف عليهم سهم. قال لها دول شكلهم الكاكامورا. فجأة شافوا الجزيرة العملاقة دي للقراصنة الصغيرين دول بيدوروا على القلب هم كمان وعاوزين يخطفوه. قائدهم قال لهم بسرعة هو ده القلب هاتوه. هرب منهم، ولكنهم بالسهام والحبال شبكوها في المركب ونزلوا عليها. ماوي وموانا بيحاولوا يقطعوا الحبال، كل الحبل بتاعه كان بيتقطع بينزل في البحر زي الفرخة الدايخة. القلب وقع، ولكن الفرخة بنت الدايخة بلعت القلب. خدوه منها. يا لهوي، سرقوا القلب، يلا نرجعه. قال لها لا احنا هنهرب، لكنها قالت لازم ارجعه، وطلعت على الجزيرة وهم عمالين يحدفوها بسهام مخدرة، ولكنها بتقدر تهرب منها لحد ما وصلت للقلب وخدته. والقائد بتاعهم خد له سهم مخدر راح فيها، ونزلت على القارب وقدروا يهربوا من بين الجزيرتين بأعجوبة. والجزيرة طبعا اتدمرت باللي فيها. انا رجعت القلب تاني، يلا بقى نكمل المهمة. قال لا صعب جدا، لاننا عشان نرجعه لازم نعدي من تحت وحش الحمم البركانية والنار، الوحش تيكي، وانا مش رايح هناك بدون الخطاف بتاعي. قامت هي لعبة معاها على الحتة اللي هو بيحبها. قالت له انت البطل اللي الكل بيحبه، ولازم ترجع القلب عشان تفضل البطل بتاعنا، والناس كلها تناديك بالبطل اللي انقذ العالم، والناس كلها تنده باسمك ماوي ماوي ماوي. خلاص اتفقنا.
وبدأ يعرفها طريقة الإبحار والسيطرة على المركب لأن هي ما كانتش بتعرف الكلام ده. والبحر راح مخدره بسهم عشان يعلمها هي تدور المركب ازاي، وبالفعل بدأت هي تقود المركب وتدوره. دلوقتي هم راحوا على جزيرة السلطعون المخيف عشان هو اللي بيسرق كنوز البحر كلها وأكيد عنده الخطاف بتاعه. راح موريها المدخل للمكان ده وبحركة منه فتحوا وأزح جوه الكهف. راحت أزحة وراه، نزلوا تحت قال لها يلا اعملي انت اي اصوات اجذبي انتباهه وانا اسرق الخطاف بتاعي وبعدها نهرب سوا. عملت فعلا الاصوات وظهر من الكنوز الكبيره ديت السلطعون ومسكها، وزي ما احنا شايفين الخطاف بتاع ماوي على ظهره. قالت له يا معلم سلطع احنا كلنا مبسوطين واحنا بنسمع اسطوره السلطع اللي كان جدته. قال لها طيب بقى يلا نتكلم عن امجادي شويه بس من خلال اغنيه نغنيها سوا. وبدا يغني ويرقص وصاحبنا ماوي بيحاول يطلع على ظهره ياخد الخطاف بتاعه، وفعلا خد الخطاف بتاعه ونزل من على ظهره وبيحاول يضرب السلطع اللي حبس موانا، ولكن السلطع شكله مسيطر على الوضع. قدرت موانا تهرب من الحبس وشافت السائل المضيء ده وصاحبنا بيحاول ياخد الخطاف تاني، وقبل ما السلطع يبلعه راحت مورياه قلب TVT قال لها هاتيه. جريت ورمته في حفرة وسرقت الخطاف وادته الماوي. صاحبنا طلع القلب وعرف انه مزيف وطار وراهم وراحوا هم طايرين من فتحة المية دي لفوق. على المركب بالليل بنشوف ماوي حزين شوية بيقول لها حكايته ان ابوه وامه من البشر لما اتولدت رموني في المحيط وكأنني لا شيء، ولكن الآلهة أنقذوني وأعطوني الخطاف السحري ورجعت للناس وساعدتهم بكل قوتي. حتى موانا بتقول له يعني أنت كنت سرقت القلب عشان خاطرنا؟ قال لها نعم، ولكن الأمور لم تسير على ما يرام، الدنيا باظت يعني أنا اللي ضريت الناس وأنا بحسب إني بساعدهم. هي قالت له لسه الفرصة متاحة تساعدنا نرجع القلب وتثبت للعالم كله إنك بطل حقيقي. اديك يا جماعة هنا اللي مظلوم قوي، وعلمها فعلا حركة النجوم وازاي تسيطر على المركب. بنرجع على الجزيرة بتاعت اهل موانا وبنشوف الزرع ميت فعلا وابوها منتظر عودتها بالخير من تاني. في البحر بنشوفهم داخلين على جزيرة وحش النار TK، ادته القلب وطار بيه وسط النار اللي بيحدف عليه TK، ولكن ما قدرش يعدي منه ورجع على المركب من تاني. وانا حاولت تلف من حواليه قال لها بلاش مش هننجح، لكنها لفت فعلا وكان الوحش هيبلعهم، ولكن ماو ضربه بالخطاف والخطاف هنا شكله اتأثر من الضربة وباظ شوية. قال لها خلاص انا مش هكمل وانا هنسحب دلوقتي وانت روحي لامك يا ستي وعيشي بقى حياتك واسكتي، ولكنها مش راضية وبتقول له انا هكمل او على حساب حياتي، ولكن ماوي سابها وهرب. كده مفيش غير هي لوحدها بتكلم المحيط بكل حزن، انت اخترتني ولكني مش قد المسؤولية ومش هقدر اكمل. وقالت له خد القلب بتاعك وخده منها. وفي وسط الحزن اللي هي فيه بتظهر ليها ملائكة البحر واتاري جدتها ماتت هناك وظهرت ليها هنا على المركب. وانا بتقول لها انا فشلت، ولكن جدتها قعدت تقول لها كلام يحفزها وانها شجاعة وهتقدر تكمل، وشافت في خيالها سفن شعبها وانهم ابطال حقيقيين. راحت نازلة جوه البحر جابت القلب تاني من المحيط وقررت تكمل لوحدها، وفعلا رجعت تاني وظهر لها وحش TK وحش النار. شافت مخرج تاني قررت تروح عليه عشان تلعبه شوية، بالفعل راح على الاتجاه ده ولكنها في الدخان رجعت تاني على المدخل الاولاني. رجع عليها جري وحدف عليها حجارة كبيرة كان القلب هيقع، ولكن الفرخة مسكته ورجعته ليها وبالفعل قدرت تعدي للجهة التانية اللي فيها TVT، ولكن TK غرق القارب. وقبل ما يمسكهم وصل ماوي من تاني وأنقذها وقال لها أنا ما أقدرش أسيبك. عدل لها القارب بتاعها وقال لها روحي انتي وأنا هحاول أوقفه. عمل نفسه حوت ونسر وخنزير عشان يصرف انتباهه عنها وبدأ يضرب فيه، ولكن الخطاف بيتكسر حتة حتة. حدف TK نار على موانا ولكن المحيط أنقذها.
وهنا مرة جامدة من ماوي بالخطاف بتاعه راح مكسور خلاص. راحت موانا على المكان ولكن ما لقتش تي في تي، ولما ظهر ليها وحش النار لقت نفس شكل الدواير اللي على القلب على صدر وحش النار ده، فعرفت ان وحش النار هو اصلا تي في تي. ماوي هنا راح حادف التيكي باخر حتة في الخطاف، وكان تيكي هيقضي على ماوي ولكن شاف من بعيد موانا رفع القلب، وأمرت المحيط إن هو يوسع لوحش النار عشان يعدي قبلها. وحصل البحر اتفلق وتيكي رايحة على موانا بكل شر، وموانا بتغني ليها وبتديها القلب. شكل تيكي فعلا هو تيفيتي، وقالت ليها انت فعلا تعرفينني انا، وكأنها بتقول لها انت الوحيدة اللي عرفت مين انا. وراحت حط القلب في المكان ده وبدأ التحول من الرماد إلى الأخضر والجمال اللي انت شايفينه ده. وفعلا موانا أنقذت تي في تي ورجعتها لطبيعتها من تاني، وبدأت الأشجار في النمو من تاني. ورجع ليها ماوي وكمان الفرخة بتاعتها. بيقول لها مش مشكلة الخطاف، أهم حاجة أنقذنا تي في تي، وعشان كده بيقول لي تي في تي أنا آسف إني سرقت منك القلب قبل كده. راحت مدياه خطاف جديد هدية بدل اللي باظ منه. شكرا تي في تي. وهنا شكروا بعض، وموانا بتقول له زورنا في أي وقت، كلنا هنفتخر بيك ونقول انت البطل. وسابها وطار والمحيط بيحيي. وهي رجعت تاني على الجزيرة اللي بدأت تنمو من جديد، وأهلها شافوا الزرع بيرجع لطبيعته وعرفوا إن بنتهم أدت مأموريتها ورجع لهم، وفعلا شافوها وكلهم قابلوها بكل حب. وتم تتويجها بالفعل ملكة للقبيلة في المكان المقدس للقبيلة. وقال لها أنا فخور بيكي يا ابنتي، ما عادش فيه خوف تاني. ونزل أهلها كلهم البحر من تاني عشان يصطادوا. وخلص فيلمنا يا جماعة، وما تنسوناش باللايك والاشتراك، وسلام.